احسن ناس في الدنيا. بصوا انا بعمل العيش، بصوا انا هعمل ايه اهو. بصوا يا جدعان، انا قبل ما ابدا الفيديو احب اشكر اتنين هما اللي علموني ان انا امسك العجينه واعجن او اقرص او افرد عجينه او اعمل اي حاجه. الشيف صادق والشيف كريم، اشكرهم جامد. خلاص اهو. ده طبعا انا بعمل عيش شامي، ما بعملش بيتزا عشان في شباب لازم نمسحه من الدقيق كده. هو طبعا معاه بيساعدني. امينه خد. بصوا يا جماعه، معايا كميه كبيره هنا. بصوا معايا كميه عجين كتير. 50 رغيف. 50 رغيف دول انا هنفردهم وهرجع لكم تاني نفس النظام ده. هوريكم بقى انا وبحطهم على النار ودي فاضي كتير حاجه بقى. دلوقتي ايه؟ خلصت المرحله بتاعت السلق. خلصت نص الكميه اللي انا قلتها كلها. ودلوقتي بصوا انا بعمل العيش. العيش يا جدعان اهو. ازاي؟ شايفين؟ دلوقتي هيطلع. بصوا العيش بقى بالظبط. العيش بالظبط اهو. انا بقلبه خلاص. بصوا يا جماعه، هو دلوقتي هيفضل واقف على العيش ماشي، وانا هجيب من بره وانا اديله وهو هيرفع الوقت وهيظبط الدنيا معانا. عملنا يا دوبك رغيفين بس. واقف عليهم منه ايه؟ يرفع نجم، ارفع مطوة، انزل نجم. بقول لكم ايه، في رغيف باظ مني انا بجيب رغيف عمل شد خالص، شد وش مش شايف. انت شايف علي سيدي. العيش معور خالص. ده كان مدور بس باظ مني انا وبره. بصوا يا جماعه، نخلص الكميه اللي معايا دي. بصوا يا جماعه، دلوقتي اخر رغيف. انا خلصت الكميات كلها اللي معايا. ده اخر رغيف اهو زي ما انتم شايفين. بصوا في النار خلاص. بصوا العيش عامل ازاي فوق ده كله كده، كله شفط اهو. بصوا يا جدعان، احنا عاملين 45 رغيف. 45 رغيف كيلو دقيق يا رجاله. بصوا العيش ايه بيفسي كده عشان ايه؟ نحطه في الشمس. عشان بحطه في الشمس. بس يا جدعان كده خلصنا. وانا بحب اشكر بس الشيف اللي انا قلت لكم عليه، الشيف صادق والشيف كريم، اللي هم علموني برضه ايه اي حاجه كده. ودي نهايه